بسبب إشارة التوحيد قامت الصحافة الألمانية بمهاجمة اللاعب روديجر. قبل أي حاجة صلي بينا على النبي وتعالى أقول لك الموضوع. بعد حلول شهر رمضان المبارك قام اللاعب روديجر لاعب منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد بنشر صورة على حسابه في انستجرام وهو بيهنئ الأمة الإسلامية بالشهر المبارك. الصورة كانت عبارة عن إن روديجر قاعد على سجادة صلاة ورافع صابع التوحيد، لكن الصورة دي زعلت الطوائف الأوروبية اللي بتدعي الحرية، وده نتج عنه إن الصحفي جوليان ريشيلد المحرر بصحيفة بيلد الألمانية طلع وهاجم اللاعب روديجر. قال جوليان إن الحركة اللي عملها روديجر دي حركة خاصة بالجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية، وإن الحركة دي ما ينفعش تنتمي بأي شكل للمجتمع الألماني. وطبعا روديجر ما سكتش وطلع يدافع عن دينه. صرح روديجر برد على صحيفة بيلد نفسها وقال إن الحركة اللي بيستخدمها اسمها إصبع التوحيد، وفي دين الإسلام هي رمز لوحدانية الله. كمل روديجر وقال إن مسلم متدين بيمارس شعائر دينه بعيد عن أي تطرف أو إجرام. الجميل بقى في الموضوع إن الاتحاد الألماني وقف في صف روديجر، وكمان وصف كلام الصحفي الألماني جوليان على إنه خطاب حقد وكراهية على اللاعب روديجر.